يخضع ناصر الزقزاف القائد الميداني لحراك الحسيمة بالدور الأرضي للجناح 8 لوحده تحت حراسة أمنية مشددة، بعد نقله من الجناح 6 الذي حل به الساعات الأولى من ترحيله لسجن عكاش بالدار البيضاء. وحسب ما أفادت به اليوم 24، فإن السلطات السجنية عملت على نقل ناصر الزقزاف من الجناح 6 ليتم عزله عن باقي السجناء، وتم وضعه بالدور الأرضي حيث يعيش المثليون، وتحرص إدارة السجن على عزل السجناء المثليين، خاصة أولئك الذين يعيشون حياة شبيهة بحياة النساء، يرتدون ملابس نسائية ويضعن الماكياج تفاديا لمشاكل مع باقي السجناء، ويتم جمعهم في الجناح الأرضي قريبا من الزنزانة التي وضع فيها الزقزاف الآن، وفق ما أكدت مصادرة مطلعة لام اليوم 24. ويتولى شرطيان بالزي الرسمي حراسته، ولا يفارقان باب زنزانته بالجناح 8. وأضافت المصادر ذاتها أن قائد حراك الريف الذي تم إيداعه سجن عكاش رفقة 6 من رفاقه فجر الثلاثاء المنصرم تلقى معاملة خاصة من طرف الموظفين هناك، على خلاف مجموعة 19 معتقلا السابقين. وتم تفريق مجموعة الزقزاف على دفعتين، الأولى تضم 4 أشخاص والثانية شخصين، في حين تم نقل الزقزاف للجناح 8 ووضعه بالدور الأرضي منفردا يحرسه رجلا أمن. لكي تصلكم الأخبار الوطنية بكل مصداقية لحظة وقوعها، الاشترك الآن.